يا جماعة شوفوا الطفلة كيف كانت وكيف صارت. بنقهر عليها كتير. بتقول لي يا ماما شلون بدك تسوي لي موديل بشعري؟ راح شعري كلياتها. حتى هي عرفاني وفهماني. بتقول لي ماما انا معاي سرطان بمعدتي. قلت لها لا يا امي. قال ايمتى بدي يشيلوا لي وارتاح من هالهم؟ الجرعه كتير بتحرقني، الله بتحرق قلبي والله العظيم. يعني يوميا بصلي بالليل وبدعي لها. ببكي هيك. بقول يا رب دخيلك بعت لاولاد الحلال يوقفوا معاها وما نقصر بدربها يا رب. تبركي بالليل بتبكي على بنتك؟ ببكي بشوف الأولاد هيك بتلعب معاهم ببكي، وين ما راحت ببكي. حتى يعني تخيل إذا مريت من جنب محل وعنده في حبوسات وربوطات كنت على طول اشتري لها، فشعر ما ضل عندها. حطيتي لها هي لأنه ما في شعر؟ ما عندها. الله أكبر. كل أم بتعرف على وجع أولادها. يعني شعور لا يوصف إنه ابنها يكون مريض وهي عم تطلع عليه. لا إله إلا الله. لون شايف نحن قاعدين يعني هون ندور ما يقلنا. حتى اولادي انا كل ما بدي اطلع على الشام بدي اضطر نزلهم لعند امي، انزل على الضيعه احطهم عند لاغدر اطلع على الشام امن عليهم. احكي لي عن معاناتك بالشام، ضليتي شهرين بالمشفى؟ كثير معاناه فوق ما تتخيل. الصفيحات بدي اقتل من مشفى لمشفى لامنين. التحاليل كلياتها برا، يعني ما في شيء، ونظام صعب كثير. يعني والله العظيم دقنا شهرين. انا صار لي اسبوع جاي تقريبا 4-5 ايام وانا مرضاني. الله اكبر. رحيق. الحمد لله على كل حال. نحن مو بس بحاجة أن الناس توقف جنبنا. أنا بدي كل مين يشوفها يدعي لها، يدعي لي ألا الله يشفيها. تحرق القلب. رحيق. هي ما شاء الله فهيمة وذكية فوق ما تتخيل، ذكية ما شاء الله، يعني عرفاني كل شيء. طيب اليوم أنت إذا ما عندك مال تعالجي رحيق، شو بدك تسوي بهالحياة؟ نسلمها لرب العالمين، نسلمها لرب العالمين. اللي علينا بنعمله الباقي على الله. إن شاء الله ما بينسانا. أنا أمل بالله كتير كبير. الله أكبر. والله صحيح أنا من نوع يعني ماني متحملة. أهلي بيحكوا علي وكذا إنه لا تضلي تبكي قدامها وكذا، قلبي محروق عليها، بس أنا أمل بالله كبير وإن شاء الله بيشفيها. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. حسك عم تحكي في جواتك قهر، ألم، وجع. لقد ما ببكي عليها ليل نهار. يعني شلون بشوفها هيك بتتحرك بتقوم بتقعد بحس يعني هذا أصعب مرض. الله أكبر. ما في أصعب من السرطان. ما في أصعب منه. يعني وخاصة يعني أنا لما شوف الحالات هي اللي بالمشفى قلبي بضل محروق، بضل محروق عليه نظامي. يعني تخيل بيقولوا إنه الورم أين ما قعد وين ما تركن فهو بيشوه نظامي. يعني ممكن يشيلوا له طحال معاه، ممكن يشيلوا له الكلية. طفلة اليوم عمرها 4 سنوات أصيبت بمرض سرطان على الأمعاء. صدمة. كانت صدمة كبيرة كتير والله العظيم. فقدت شعرها، فقدت مناعتها. طفلة بهذا العمر ما تحكي مع حدا خالص. عم تاخد جرعات كيماوي. انحرقت من أول جرعتين. شوف حالتها 16 كيس صفيحات حطينا لها ولا تستفاد. نعمل لها التحاليل ولا كأنه أخذ شيء. حتى حاسس مأثر على نفسيتها كتير. نفسيتها كتير تعبت، لأنه يعني شهرين وتشوف المعاناة يعني الأدوية والكلياته، يعني تنقهر كتير تبكي. يعني مجرد ما تشوف الممرضة فتفحم البكي. ببكي والله العظيم. يعني ما في غير أنا البكي هيك بيريحني، بدعي بالليل وبالنهار. بقول يا رب ابعد لأولاد الحلال يوقفوا جنبها وما ينسوها يا رب. الله أكبر. يعني أنت بتعرف إنه هذا المرض طريقه طويل. قالونا ممكن 2 ممكن 3 حسب هي نسبة هيك الاستجابة جسمها للعلاج. بسم الله. رحيق. بتقول لي لا تبكي يا ماما، والله لا تبكي، إن شاء الله بيشفيني. هي بهذا العمر بتفهم وبتواسيكي؟ والله يشهد الله بتفهم. بتقول لي لا تبكي يا أمي، والله إن شاء الله بيشفيني. الله أكبر. يا جماعة المشهد أبلغ من الكلام. هيدي الطفلة رحيق الحلوة شوفوا حاطة كمامة ومخبية شعرها لأنه ما ضل شعر. الكمامة من قلة المناعة اللي صارت معها. متخيلين رحيق بهذا العمر عندها كتلة سرطانية ببطنها. الكتلة السرطانية يا جماعة على الطبق المحوري مبينة مغطية الأمعاء كلها. فالآن هي في رحلة علاج مع الجرعات. بعد الجرعات عندها عمل جراحي. نحن اليوم مع أما عم تحكي لنا بقهر موجود جوات قلبها لأنه ما عم تقدر تعالج بنتها. كل اللي ساكنين فيه غرفة، والغرفة يعني آخدينا من أهل الخير ليبركوا فيها. فاليوم لازم نوقف مع الأم. نحن اليوم جينا لعندك لنوصل صوتك.
الله يجزيكم الخير وإن شاء الله أسأل الله عز وجل إنه أهل الخير ما يقصروا. الله يفرج علينا وعلى الجميع إيش يا رب. عندك جوات قلبك بدك توصلي لهدول الناس اليوم اللي عم يسمعك هن إخوانك إن شاء الله، إيش بدك تقولي لهم عن إن شاء بنتك الله الله رحيق؟ يجزيهم الخير، وإن شاء الله بإذن الله ما بينسوها، وإن أمل بالله كتير كبير كتير كبير إنه الله ما راح ينسانا وراح لا يوقف إله إلا جنة. الله.